2023 جاي، وده معناه ان انا لازم يبقى عندي اهداف. زي انا هعمل مشروع. هو انا مش عارف مشروع ايه يعني اللي يتعمل، بس هبقى ناجح. بس انا مش معايا فلوس للمشروع. مش مهم، اكيد هتتدبر يعني. وكمان انا لازم ابقى مثقف، فانا هقرا 50 كتاب. وكمان ايه كمان وانا بحب ارسم، فانا هرسم يعني 2000 رسمة كفاية. وكمان انا عايزة اخس، هنزل الجيم وهاكل اكل صحي، وكمان هخس 20 كيلو. مش عارفة دي اهداف كفاية ولا احط اهداف تاني. تقريبا كفاية، حلوين دول. انا كده 2023 انا عندي شوية اهداف، انما ايه كده، وانا مبسوطة ومتحمسة جدا ان انا احقق الاهداف دي. كل سنة بيبقى عندنا حبة اهداف حلوين جدا طبعا، ودي حاجة حلوة جدا. في مقولة شخص قالها ان الشخص اللي ما عندوش اهداف بدون خطة هي مجرد اوهام. فالحقيقة اللي انا هتكلم عنه النهاردة هو شوية حاجات احنا بنعملها مش بتخلينا نوصل للاهداف اللي احنا بنبقى حاطينها. قبل ما تكمل الفيديو هات ورقة وقلم وتعالى اكتب معايا. اول حاجة لازم تعرف وتكتبها في النوتس بتاعتك، قدراتك دلوقتي عاملة ازاي، امكانياتك عاملة ازاي، انت واقف فين وعايز توصل لحد فين. دي اول حاجة لازم نكون بنحددها، ولازم نكون صراحة جدا مع نفسنا واحنا بنكتب الحاجة دي، لان الحاجات دي هي اللي هكون بقدر ابني عليها اهداف بتاعت طول السنة. اول حاجة من اكتر الحاجات اللي معظمنا او كلنا بنقع فيها وهي الحماس الزائد. مع بداية كل سنة بنبقى متحمسين جدا، عايزين نعمل كل حاجة، عايزين نغير في نفسنا، عايزين نهتم بدراستنا، عايزين نذاكر، عايزين ننجح، عايزين نشتغل، عايزين نوصل لحاجات معينة، عايزين نتعلم، عايزين نقرأ، عايزين نتعلم مهارة جديدة ولغة جديدة. ودي أهداف حلوة جدا جدا جدا، بس بنبقى متحمسين زيادة عن اللزوم. وبصراحة الحماس ده مش بيفضل مكمل معانا طول السنة، بيفضل لحد وقت معين في بداية السنة أول كام شهر، وفي الآخر بيقل تدريجيا. فاللي أنا عايزة أقوله لك وانت بتحط هدف، اتجنب الحماس الزايد. اوكي انك تبقى مبسوط، اوكي تبقى متحمس ان انت عايز تعمل كده، بس بلاش الحماس ياخدك لانك تقع في تاني غلطة، وهي اننا نحط اهداف كبيرة جدا فصعب ان احنا نوصل لها. اخر كام شهر كده في السنة دي انا حطيت لنفسي كده لستة حاجات، وقلت انا هعمل واعمل 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 واعمل. الحقيقة انا ما عملتش ولا حاجة منهم. يعني انا قلت عايزة اقرا كتب معينة وحطيت كمية كبيرة، قلت انا عايزة ارسم وحطيت يعني رقم كبير جدا بجانب شوية حاجات تاني. والحقيقة ان انا ما عملتش ولا حاجة منهم. ده ليه؟ لان انا حطيت اهداف كبيرة جدا على وقتي وعلى قدراتي وعلى الامكانيات بتاعتي وعلى حاجات كتيرة قوي. المفروض كنت ابقى يعني صريحة اكتر مع نفسي عن كده فيها. هي انا شفتها في البداية انها سهلة او شفتها ان هي عادية يعني مش صعبة، بس الحقيقة هي لا، كانت كبيرة جدا. فلو عايزة اقوله لك حط اهداف صغيرة. يعني مثلا ما تحطش ان انا هقرا كل شهر 3-4 كتب. اوكي هتبقى متحمس على فكرة وممكن تعمل كده اول شهر، بس هتيجي تاني شهر وهتحس نفسك مش قادر، فاوكي نخليها كتابين. فاللي انا عايزة اقوله لك ممكن تحدد في البداية انك تقعد 5 دقايق بس يوميا تقرا فيهم ورقتين من الكتاب. اتس اوكي لو انت خلصت كتاب واحد في السنة، عادي، احنا مش في سباق مع حد. احنا بنعمل كل ده علشان نطور من نفسنا اكتر. فاحنا مش مطالب مننا ان احنا نشوف الناس التانية بتعمل ايه، او الناس او صاحبك او صاحبتك بتقرأ قد ايه او بتعمل كم قد ايه فانا اعمل زيها. هي اكيد برضو عدت بكل المراحل الفشل اللي انت بتعدي بيها علشان كده وصلت للحتة دي.
فإتس اوكي لو انت حسيت نفسك ان في حد متقدم عنك. احنا مش في منافسة مع حد، انت دي حاجة بتعملها لنفسك. اوكي، حاجة ان احنا نصغر الاهداف بتاعتنا. يعني ممكن مثلا نقسم الاهداف بتاعتنا، مش تقول انا عايزه اخس وعايزه انزل الجيم وعايزه اكل اكل صحي وعايزه اقرا وعايزه اتعلم وعايزه اتطور وعايزه ادرس لغه وعايزه اتعلم كورس ميك اب وعايزه اتعلم خياطه وعايزه. الحقيقه انك مش هتعمل ولا حاجه منهم. فاللي انا عايزه اقوله لك، قسم الاهداف بتاعتك. ممكن اول شهر مثلا شهر يناير انا ههتم بصحتي، ان انا هلعب رياضه، هاكل اكل صحي، فانا مثلا هخس في الشهر ده بتاع كيلو. برضو ما توهميش نفسك انك مثلا في الشهر هتخسي 10 كيلو. ازاي؟ خلينا واقعيين جدا واحنا بنحط الاهداف بتاعتنا. نيجي مثلا لشهر، خلصنا شهر فبراير، يناير سوري، اهتمنا بصحتنا واكلنا اكل صحي ونزلنا الجيم وخسينا. شهر التاني مثلا عايزه تعلمي كورس مثلا ميك اب او كورس خياطه، فتبدأي مثلا تشتري ادوات بسيطه جدا جدا جدا. بلاش الحماس تاخدنا وننزل نشتري ادوات كتيره بقى وغاليه وكل الكلام ده وفي الاخر ما نكملش. فنشتري حاجات بسيطه وحاجات قليله، ان احنا الشهر التاني او شهر 2 ده هنتعلم فيه مثلا كورس انجليش بقى، كورسات فوتوشوب، كورسات للميك اب، كورسات ايا كان الحاجه اللي انت هتعملها. شهر 3 هحط كذا، شهر 4 هحط كذا، شهر 5 كذا. فانت كل شهر لو حطيت هدف واحد بس، انت عندك 12 شهر يعني ب12 هدف، من غير ما تحس ان انا عندي كم اهداف كبيره وانا مش عارف انا هحقق ده ازاي او هوصل لده ازاي. فخلي الاهداف بتاعتك صغيره، بلاش الحماس الزايد، بلاش نكتر زحمة الأهداف في بداية كل سنة. خلي في حاجة اسمها أهم ومهم. الأهم إن أنا مثلا أتعلم إنجليش، أخد كورس إنجليش. المهم مثلا إن أنا أخد كورس ميك اب، أو إن أنا أتعلم الرسم، أو إن أنا أتعلم حاجة جديدة، أو إن أنا أقرأ كتاب. خلي عندك أولوية للهدف اللي أنت عايز تحطه. بلاش تسحب نفسك بكم افكار رهيب وكم اهداف رهيب والحقيقه مش هتحقق منه ولا حاجه. فخلي مهمه انا عايزه اقولها، لو انت حسيت نفسك جيت في وسط السنه كده وانت حاطط لستة الاهداف بتاعتك، حسيت في وسط السنه ان انت مش قادر، حسيت ان انت ما عملتش كفايه اللي انت كان نفسك تعمله مثلا في الشهر الاول او الشهر التاني، فإتس اوكي ان انت تكمل. يعني ما توقفش خلاص بقى انا فشلت، لا خلاص انا مش هكمل، لا كمل. ما انت ممكن في الهدف اللي انت كنت حاطه ما كانش على قدك، ما كانش هينفع معاك اصلا من الاول، بس انت اخترت انك تحطه. فانا عايز اقوله لك، حط هدف، ولو فشلت اتس اوكي انك تكمل للهدف التاني، وبعد كده ارجع للهدف اللي انت فشلت فيه. لان مفيش حد فينا نجح من اول مرة في اي حاجة. لازم انك تفشل، لازم انك تقع علشان تقوم اقوى من الاول. فصغر اهدافك، قسمها، بلاش زحمة الاهداف، اتجنب الحماس الزايد.